يا جماعة إيه الفرق بين I live و I am living؟ السؤال بجد محير ناس كتير قوي، بس الخبر الحلو بقى إن الحل كله في قاعدة واحدة بس، قاعدة بسيطة جدا لو فهمناها صح الموضوع ده هيخلص للأبد. يلا بينا نشوف إيه الحكاية. بصوا كده على الجملتين دول. للوهلة الأولى أي حد يحس إنهم واحد، صح؟ I live in Cairo و I am living in Cairo. يعني إيه الفرق يعني؟ لا صدقوني، الفرق بينهم زي السماء والأرض. كل واحدة ليها معنى مختلف تماماً، والفرق الصغير ده هو ده بالظبط مفتاح اللغز كله. طب إيه هو السر ده؟ الحقيقة إنه أبسط من البساطة نفسها. الموضوع كله صدقوني بيتلخص في فكرة واحدة أساسية. مستعدين تعرفوها؟ طب يلا بينا. هي دي الكلمتين اللي هيحلوا المشكلة: ثابت ومؤقت. بس كده الموضوع خلص. عشان نسهلها أكتر، تخيلوا معايا إن المضارع البسيط ده عامل زي البيت، ده مكانك الدائم الثابت. إنما بقى المضارع المستمر ده زي الخيمة، بننصبها فترة بنقعد فيها شوية وبعدين بنلمها ونمشي، حاجة مؤقتة. يبقى إيه؟ بيت وخيمة، ثابت ومؤقت. خلوها في بالكم. تمام، كلام جميل. طب ما تيجي بقى ناخد القاعدة البسيطة دي ونشوف هنطبقها إزاي. هنبدأ طبعا بالبيت اللي هو المضارع البسيط، زمن الحاجات الثابتة والدائمة. طيب بنستخدمه امتى بالظبط؟ بصوا، اي حاجه ثابته في حياتنا، يعني مثلا العادات والروتين اليومي زي I brush my teeth every morning. الحقائق اللي ما بتتغيرش زي ان الميه بتغلي عند 100 درجه. الوظيفه الدائمه he works for the post office. حتى رايك في حاجه او مشاعرك الثابته I love concerts. واخدين بالكم من الرابط؟ كلها حاجات فيها استقرار وثبات. والأحلى إن تكوينه كمان سهل قوي. مع معظم الضماير زي I, you, we, they الفعل بينزل زي ما هو من غير أي إضافات. بس وركزوا معايا قوي في الحتة دي. مع he, she, it لازم، وأنا بقول لازم، نحط s في آخر الفعل. دي يا جماعة أشهر غلطة بتحصل، فرجاء خلوا بالكم منها كويس قوي. كده خلصنا البيت. يلا بينا بقى نروح نصب الخيمة اللي هي المضارع المستمر، وده زي ما اتفقنا بتاع المواقف المؤقتة اللي ليها بداية ونهاية. طيب إيه هي المواقف المؤقتة دي؟ أول حاجة وأشهر حاجة هي الأفعال اللي بتحصل دلوقتي في اللحظة اللي بنتكلم فيها، زي ما أنا بعمل دلوقتي I'm talking. تاني حاجة المواقف اللي هتاخد فترة وتخلص، زي مثلا she's studying at her friend's house this week، يعني هو الأسبوع ده بس وبعدين هترجع بيتها. وفي كمان استخدام مهم قوي لما نكون بنتكلم عن خطط مستقبلية مترتب لها كويس قوي، زي they're traveling next week. تكوينه بقى عبارة عن وصفة من جزئين، ولازم الجزئين دول يكونوا موجودين. أول حاجة verb to be اللي هو am أو is أو are. تاني حاجة الفعل نفسه ونلزق في آخره ing. ما ينفعش أبدا ننسى جزء منهم، لازم الاتنين مع بعض. طيب دلوقتي بقى جينا لأهم جزء، لحظة المقارنة. هنحط الزمنين دول وش الوش في نفس الموقف ونشوف ازاي المعنى بيتغير 180 درجة لمجرد اننا غيرنا الزمن. يلا بينا. نرجع لأول مثال خالص. لو حد قال I live in Cairo، ده معناه إيه؟ معناه إن دي حياته، ده بيته، ده الوضع الدائم. لكن لو نفس الشخص قال I am living in Dubai for a few weeks، هنا القصة اختلفت تماماً. ده معناه إنها فترة مؤقتة، كم أسبوع وهيرجع. شفتوا الفرق؟ هنا بيت وهناك خيمة. ناخد مثال تاني في الشغل. لما نقول she works in a hospital، دي وظيفتها، مكانها الدائم. لكن لو قلنا she is working from home today، ده معناه إن ده وضع استثنائي ومؤقت، حاصل النهاردة بس وبكرة هترجع المستشفى عادي. برضو نفس الفكرة، ثابت قصاد مؤقت. والحلو في القاعدة دي إنها بتمشي حتى على المشاعر. في أفعال زي love و like و no، دي أفعال بتعبر عن حالة ثابتة، عشان كده الطبيعي نقول I love chocolate، ده شعور عام ودائم. لكن لو بنستمتع قوي بحاجة بتحصل دلوقتي، ممكن نكسر القاعدة شوية ونقول I am loving this movie. هنا مش بنتكلم عن حب أبدي للفيلم، لأ، بنتكلم عن استمتاع مؤقت باللحظة الحالية. تمام، كده الصورة وضحت. طب إيه الخلاصة؟ إزاي نستخدم الكلام ده كل مرة من غير ما نفكر كتير؟ بسيطة، عملت لكم روشتة من 3 خطوات. بصوا بقى، أول ما تيجوا تتكلموا امشوا على ال3 خطوات دول. خطوة رقم 1 والأهم، اسألوا نفسكم هو الموقف اللي بنتكلم عنه ده ثابت ودائم ولا مؤقت وهينتهي؟ خطوة رقم 2، الإجابة هتحدد الزمن. لو ثابت يبقى مضارع بسيط، لو مؤقت يبقى مضارع مستمر. خطوة 3، ابنوا الجملة بالتركيب الصح اللي قلناه. بس كده، السر كله في أول سؤال، ثابت ولا مؤقت؟ خلاص كده المفتاح بقى معانا. قبل أي جملة مجرد ثانية واحدة تفكير في السؤال ده،
ثابت ولا مؤقت؟ الإجابة هتطلع تلقائي، وهتلاقوا نفسكم بتستخدموا الزمن الصح من غير أي مجهود. طب سؤال أخير بقى عشان نتأكد إن المعلومة وصلت. دلوقتي وإحنا بنتكلم، الفعل اللي بتعملوه حالا اللي هو مشاهدة الشرح ده، تفتكروا نوصفه بأني زمن؟ فكروا فيها كده، هل ده موقف ثابت ودائم ولا مؤقت؟ الإجابة بقت سهلة قوي دلوقتي.